نيويورك وتحديدا بوول ستريت، والمعروف بهذا الشارع انه بغطي اكثر من 8 مربعات سكنية في امريكا، تحديدا في المنطقة المالية بمنهاتن. طول هذا الشارع تقريبا 1000 متر، وقصتنا بتبلش منه. مرحبا، كيفكم؟ معاكم طارق. ما بدي اطول عليكم وتعالوا افهمكم القصه. تبلش قصتنا لليوم في ولايه نيويورك الامريكيه، خصيصا في هذا الشارع الشهير اللي اسمه وول ستريت. وبحقيقه هاي المراه اللي اسمها هيتي جرين. هاي المراه يا جماعه الخير تعتبر اهم شخصيه في امريكا ونيويورك تحديدا. كانت هاي المراه اللي اسمها هيتي جرين سيده اعمال امريكيه ناجحه جدا، تعتبر ثريه لابعد حد، حتى لانها تصنفت لتكون الاكثر ثراء على وجه الارض. واكيد شخصيه مثل هاي المراه حيكون لها دور كبير في المجتمع وغيره. ودورها فعال بالتطوير والازدهار بهذا الشارع خلال فترة القرنين التاسع عشر والعشرين، عن طريق نشاطاتها التجارية في موضوع العقارات والاستثمارات بالسكك الحديدية. وتخيل من قوة ذكائها لهي المرأة قدرت انها تدير كل هاي المشاريع فقط لحالها بدون اي ادارة ثانية. واكيد صديقي المشاهد قدرت تحول هذا المبلغ من 6 مليون ل 100 مليون دولار عن طريق استثمارها بالاسهم والسندات العقاريه. وبتاريخ 1907 اللي صار بهذيك الفتره اكبر ركود في نيويورك والاقتصاد العالمي، وسموه بالكساد الكبير. ومن اكبر الاسباب اللي خلى نيويورك اقتصادها يسقط هو شيء اسمه الاختلال التجاري الدولي، مع وجود معايير الاقراض المتساهله اللي اكيد سببت بنسبه كبيره جدا من ارتفاع الديون على هاي الدوله، واسباب كثيره اللي خلت اقتصاد نيويورك يسقط. بعدها اجت فكرة على بال هيتي انها تقدم خدمة مساعدة لهي الدولة، اللي قدمت هيتي شيك بقيمة مليون دولار لهي الدولة لحتى تساعدها وتساندها بهاي المحنة اللي هي فيها. طبعا انت لما تحكي بقيمة مليون دولار بهذاك الوقت يعتبر حاليا مبلغ كبير جدا ومش هين. بعد ما قدمت هاي المساعدة لهي الدولة كان عندها شرط واحد انهم يوافقوا عليه، انه لما يجي يدفعوا لها هاي المبالغ عن طريق السداد تكون على شكل سندات عقارية أو قصيرة الأمد. كيف يعني؟ خليني أفهمك أكثر. يعني ورق مالي له دخل ثابت من الحكومة الأمريكية يلي بتصدرها الشركة للمستثمرين لحتى تزيد هاي المبالغ بالاستثمار، وسماح لأي مستثمر ثاني انه يشتري هاي السندات العقارية. واكيد طبعا هذا الاشي لصالح هيتي. ومع الاتفاق على هذا الشرط وهون بتبلش القصة الكبيرة عند هيتي جرين، واللي سموها بهذا الاسم ساحرة وول ستريت، لانه عندها نفوذ اقتصادي واسع وقدرت تتحكم باقتصاد الدولة، وعندها التحكم الكامل بالاقتصاد والمشاريع اللي بتخص هاي الدولة. بس حابب احكي لكم شغلة عن هاي الشخصية اللي اسمها هيتي جرين، او خلينا نختصر اسمها باسم هيتي. هاي المرة يا جماعة الخير كان صيتها منتشر حول العالم انها مرة غنية تشتري سندات عقارية وما بتبيع، وصفحتها مثل ما بيحكوا انها ناصعة البياض وما عندها اي مشاكل. والمفروض اي شخصية مثل شخصية هيتي واللي عنده هذا الثراء الفاحش بيكون عنده بيوت وعقارات وسيارات وملابس ومجوهرات، بس هيتي كانت عكس هذا الاشي تمام. بس للأسف حطت نقطة سوداء بملفها معرفتها بين الناس، انها بتفضل تخبي فلوسها وثروتها وما تتصرف فيهم نهائيا، لانها كانت بخيلة جدا. ومثل ما بتحكي هاي الحكمة، البخيل شحات دائم. واكيد اي شخص معروف عنه هذا التصرف بيكون بخيل وميت على الحياة، حتى انه وصفوها الناس بالاكثر بخلا على الاطلاق. وتخيل درجة البخل اللي هي فيها وصلت لموسوعة جينيس كانها ابخل امرأة في تاريخ الارض. وانولدت هيتي في ولاية اسمها ماساتشوستس الامريكية تاريخ 21 نوفمبر بسنة 1834. وبنفس هذا التاريخ والدها كان رجل اعمال ثري بيشتغل في اسطول بحري لصيد الحيتان. بس وصلت الطفلة لعمر السنتين سفرها ابوها ووداها لعند جدها حتى يعتني فيها بسبب مرض سيء كان صايب هاي الطفل. ومع الوقت لحد ما كبرت هاي الطفلة وصارت بعمر 6 سنوات كانت بتقرأ الوثائق المالية والسندات اللي بتخص جدها بهذاك الوقت، مع ممارستها لقراءة الصحف والجرائد الاقتصادية الأمريكية. هون فيك تحكي صديقي المشاهد إن كانت بدايتها لحتى تتعرف على اقتصاد العالم وكيف موضوع السندات العقارية والمالية. ومع حبها لعالم الاقتصاد والقراءة بعمر 13 سنة قدرت انها تفول عالم الحسابات والمال لحد ما وصلت لدرجة انه عينوها اهلها لحتى تكون محاسبة هاي العائلة الثرية. طبعا انت بتعرف يعني عائلة ثرية بدهم محاسبة حتى يدير اموال. بعدها تطورت البنت ودرست في مدارس بوسطن الامريكي، وبسنة 1864 للأسف توفى والد الطفلة هيتي. واكيد هاي الطفلة بما انها وحيدة اخذت الورثة كاملة بقيمة 7.5 مليون دولار امريكي، واللي يعتبر هذا المبلغ حاليا وصل لحد 107 مليون دولار، يعني رقم خيالي مجنون. وركز معي انه بهاي الفترة كانت الحرب الاهلية في امريكا، وتخيل صديق المشاهد على قد ما هاي البنت ذكية قدرت انها تستغل هاي الثروة المالية بسندات الحرب الحاصلة بسنة 67. يعني هاي البنت ومن هي وصغيرة عارفة شو بدها تعمل حرفيا. واكيد اي بنت بتوصل للعمر المناسب بتتزوج،
وهيتي تزوجت بعمر 33 سنة، اللي تزوجت من شخص يعتبر تاجر حرير، واكيد مش راح يكون اي تاجر. فحابب اعرفكم عن هذا التاجر الغني اللي اسمه ادوارد هنري، واللي يعتبر من عائلة غنية من دولة فيرمان، مصنفة لتكون سادس اصغر دولة كمساحة في امريكا، وثاني اصغر ولاية كعدد سكان. وبعد بفترة هيتي وزوجها خلفوا طفلين، طفل سموه ادوارد ريبنسون، والطفلة اللي اسمها هيني سيليفيا. واكيد زي ما حكينا لكم انه اي شخص طبيعي بيسمع عن مرأة عندها هاي الثروة المالية اكيد راح يتخيل كمان انه عندها شركات وموظفين وناس بتدير هاي الاموال، بس بالواقع ما راح تشوف هذا الاشي نهائيا. راح تلاقي هيتي فقط عندها مكتب صغير موجود داخل البنك الوطني الموجود في امريكا اللي اسمه بنك سيبورد الوطني، وموجود حواليها مجموعة كبيرة من الشنات اللي فيها اوراق ثبوتية وسندات عقارية. تخيل هذا الاشي كلياته عشان ما تشتري مكتب خاص فيها او تستأجره. يعني حب هيتي للفلوس والطمع والبخل اللي هي فيه ما وقفها نهائيا. حتى في رواية صغيرة بتحكي انه عمتها لهيتي اسمها سيليفي كانت كاتبة وصية انها تتبرع بكل ثروتها اللي قيمتها 2 مليون دولار للاعمال الخيرية. فاكيد هذا الموضوع ما راح يفوتها لهيتي، فتدخلت لحتى تمنع من تنفيذ هاي الوصية، ورفعت دعوة على المحكمة بتشكيك موضوع هاي الوصية. وبتحكي هيتي انها عندها وصية قديمة بتوضح صحة هذا الكلام، اللي مزورة هذا الموضوع، واللي بتحكي على اساس انه هذا المبلغ وصته عمتها لحتى يكون إلها بعد وفاتها. واكيد صديقي هيتي ربحت هاي القضية واخذت الوصية والفلوس اللي كانت موجودة مع هاي العمة، اللي قررت المحكمة انه وصية هاي العمة مزورة. واكيد هيتي ربحت هاي القضية من ثروة عمتها المفروض تكون ولا اشي بالنسبة للفلوس اللي معها، يعني ما راح يأثروا عليها ال 2 مليون دولار، بس على كل حال اخذته. وكملت هيتي كل حياتها عايشة ببيوت رخيصة وقديمة حتى ما تصرف من الفلوس الموجودة معها. بصراحة يا جماعة الخير حتى انا نفسيا مستغرب من هذا الموضوع. ومع الوقت طفلها لهاي المرأة اللي اسمه ادوارد اتعرض لكسر في رجله. يعني تخيل معي حتى كانت بخيلة على اولادها، بدل ما ياخذوه للمستشفى لحتى يتعالج قررت انه تاخذه لعيادة موجودة حوالين بيتها لمساعدة الفقراء، وتعتبر خدمتها مجانية. تخيل حتى توفر مصاريف العلاج والدواء. بس للأسف نتيجة هذا القرار صارت نتيجة العلاج عند الطفل عكسية. يلي صاب هذا الطفل بموضوع الغرغرينة الله يبعده عنا وعنكم، واللي انجبرت الدكاترة حتى تبتر رجله، يعني لحتى موضوع صحة أولادها بتطبق عليهم موضوع البخل. في شوي من الروايات بتحكي إنه الطفل انقطعت رجله بعد سنين طويلة من العلاج، لأنها العملية ما كانت ناجحة 100%. بس للأسف النتيجة واحدة وفشلت العملية. وأكيد ابنها لما كبر اتعلم الأمور المالية وتعمق فيها أكثر، بس أكيد طلع عكس أمه تماما، وما تصرف في التصرفات اللي كانت والدته بتتصرف فيها قبل. وإدوارد بعد وفاة أمه أخذ المبلغ كامل أو نصف الثروة المتبقي مع أمه، يلي فات في موضوع السياسة وأبدع فيه. وأكيد هذا الموضوع ما حرمه إنه يبني قصرين كان يحلم فيهم بالمنطقة اللي كان عايش فيها، وقصر ثاني موجود في أحد الجزر. ممكن تسألني شو الموضوع اللي صار مع هيتي لحتى تسبب وفاة؟ خليني أحكي لك أكثر. ممكن الموضوع اللي بدي أحكي لك إياه تستغرب منه. كان موجود عند هيتي موظفة، بجوز أنت هون تستغرب إنه من بداية القصة ما جبت لك ولا سيرة موظف، بس هاي كانت الموظفة الوحيدة اللي عند هيتي، اللي تعتبر كانت طباخة وتقوم بأمور البيت. فطلبت هاي الموظفة من هيتي إنه تجيب لها مساعدة ثانية لحتى تقدر تقوم أكثر بأمور البيت. وأكيد هيتي البخيلة رفضت هذا الموضوع تماما، أكيد عشان ما يكون عندها أي مصاريف جانبية أو إضافية، لحد ما وصلت نتيجة الأمور هاي لمشاكل كبيرة بيناتهم، واللي صاب هيتي بسكتة دماغية حادة، واللي ماتت بتاريخ 3 يوليو بسنة 1916 عن عمر 81 سنة. وللأسف الشديد بعد حياة مليانة بالبخل والتقشف، أكيد إنه هيتي ما راح تخلي زوجها يورثها لما هي تموت، لحتى ما يختني بعدها أو يتصرف بالأموال على كيف، اللي جبرته قبل الزواج إنه يوقع على ورقة إنه يتنازل على كل أملاكه والورثة اللي ممكن ياخذها من زوجته، ويتنازل عن جميع الحقوق من إرثه اللي ورثتها تقريبا فوق ال 100 مليون، وبتوصل بوقتنا لحد 200 مليون دولار. يعني تخيل صديقي ما خلت أي شخص ياخذ منها قرش غير ابنها اللي اسمه إدوارد. وبالنسبة لبنتها الثانية اللي حكيت لكم عنها ما طلع لها أي شيء وما سمحت لها تاخذ أي قرش. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، ويا ريت ما تنسانا بموضوع اللايك والشير والاشتراك بهاي القناة لحتى محبتنا تكبر أكثر. وأكيد إن شاء الله بنشوفكم فيديو جديد وحلقة مليانة غموض، وأنا آسف على تأخيري على هاي الحلقة بسبب أمور تقنية صارت معي بهذا الفيديو. وإن شاء الله بنشوفكم فيديو جديد وحلقة غامضة. سلام.